السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا اول حاجة في الفيديو بتاعنا بنبتدي بيها بان احنا بنصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تاني حاجة بفكر نفسي طبعا قبل ما افكركم بان احنا بندعي لاهلنا واخواتنا بفلسطين، ان ربنا ينصرهم، ان ربنا يكبر بخاطرهم، ان شاء الله النصر رايح. النهارده بقى جاي اتكلم على حاجة حصلت اليومين دول ومعظم الناس بتتكلم عنها، طبعا مش الكل، اللي هي البنت او الست اللي ضربت حماتها وسحلتها وكانت عايزة تخلص عليها. طبعا قبل ما هوريكم الفيديو، كل واحد فينا في الاخر، بس مش هنحكم قبل ما نشوف الفيديو كامل، كل واحد في الاخر هيقول رأيه، بس طبعا كالمعتاد الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. تعالوا بس نشوف، وعايزاكم تركزوا في كل حاجة في الفيديو، تركزوا البنت قد ايه كانت مليانة غل، قد ايه مليانة عنف. شوفوها وهي بتشد حماتها من شعرها، شوفوها ازاي لما مسكت الشبشب وضربت بيه حماتها، شوفوها حتى لما مامتها بعدتها عن حماتها، لما مسكت العصاية وعايزة تخبط الست على راسها، تخبطها على راسها، يعني ده ممكن تموتها وتروح هي ذات نفسها البنت دهيت في 60 داهية، ده ممكن تتعدم فيها. تعالوا كده نشوف الفيديو ونناقشوا مع بعض. زي ما انتم شايفين في الفيديو اهيت الست كبيرة اللي هي حماة البنت على فكرة اسمها نداء. نداء قاعدة على السلم ومامتها جنبها وشايلة بنتها الصغيرة اللي هي بنت نداء. خلي بالكم من البنت دهيت، لان البنت دي ليها قصة تانية خالص هنتكلم عليها فيما بعد. الست بتعمل ايه؟ حماة نداء بتكنس والناس قاعدين على السلم، جميل. بعد ما خلصت كنس والكلام ده كله والناس قاعدين بيتكلموا معاها، عملت ايه؟ راحت قعدت جنبهم بتتكلم في ايه اللي قالته اللي خلى مرة واحدة البنت تقوم عليها تضربها بالشبشب، تقوم عليها تشدها من شعرها، عايزة تخبطها بعصاية. وزي ما انتوا شايفين الام يا عيني اللي هي ماسكة حفيدتها في حضنها وبتترمي في النص ما بين بنتها وما بين حماد بنتها عشان تحوش ما بينهم. ويعني زي ما انتوا شايفين كده البت مليانة غل فظيع جدا، والبت مصممة انها تفرتك حماتها، مش بس تضربها وتقل منها في ان هي تضربها بالشبشب، لا، هي مش عايزة تقل منها، هي عايزة تموت حماتها، هي عايزة تعمل كارثة في حماتها. هي لو هتقل منها بس كانت ضربتها بالشبشب، لا، ده راحت تاني جابت عصاية وعايزة تضربها والكلام ده كله. وبرده زي ما انتوا شايفين الأم عمالة في النص تحوش ما بينهم وبتحاول إن هي تفك ما بينهم. إيه يا بنتي الغل ده كله؟ إيه يا بنتي؟ إيه اللي حصل لك؟ إيه اللي خلاكي مغلولة بالمنظر ده كله؟ زي ما انتوا شايفين أم نداء جت لي يوم الجمعة. احنا كنا بنعزل عندنا بيت العيلة بيعين وكده، وبننقل في مكان في الشقة وكده. فنداء جت لي يوم الجمعة، قالت لي يا ماما جايبه هدوم وجايه في الشارع وانا طالعه راح علينا بيت لمتهم كده حته يعني حاطين فيها مظهر يعني حاجات فايضه علينا فيها في الشقه. تمام. بتقول لي يا ماما انا جايه عندكم، جايه ليه يا نداء؟ احنا مش فاضل لك يا نداء، عيشي يعني، كل ما تقول لي اي حاجه اقول لها عيشي يا نداء، عيشي استحملي، الايام المره بتيجي في الاول وبعدين حلوه بعد كده. تمام. في ايه يا نداء؟ قالت لي ما فيش يا ماما، حماتي بتقول لي بتكلمني انت اديتيني امبارح 200 جنيه وانا عندكم عشان الموسم، بقول لحماتي اجيب منهم مش عارفه ايه علاج للبيت واجيب اريال، قالت لي الموسم بتاعي. فانا قلت لها يا حبيبتي كنت اديهولها واللي انت عايزاه اديهولك من بابا، مع ان باباها عامل 3 عمليات، يعني عمليه في ظهره وفي ركبته وفي رجله من تحت. قالت لي يا ماما وانا مش هستحق منكم، انتوا كل شويه تشيعوا لي حاجات انتوا لاخواتي، يعني كل حد شيع لها من كل نوع من الفاكهه 2 كيلو، اقول تاكل منهم. تمام. طيب يعني لما قالت لي كده رحت وقعدت ما لقيتش حماتها، فبتقول لي تعالي اطلع فوق، قلت لها لا مش ينفع اطلع بيت وصاحبتها مش موجوده. رحت قاعده على السلم وعماله العب في البيت وابوسها وكده، اندهي لي حماتي، قالت لي ده بانها بتشتري علف ولا مش عارفه تشتري ايه، قلت لها اقول لها كلمي ماما مش عارفه حد. جات لي السلام عليكم وعليكم السلام، فايه قالت لي خير يا ام نداء، وقلت لها نداء بتقول ماما ايه زعلانه ومش زعلانه، انتوا زعلانين من بعض، انتوا مش لكم بركه الا بعض، انتوا اتنين اللي تتعب فيكم تشيل التاني،
قالت لي ام نداء بصراحه كده خدي نداء معاك على ما علي يجي. قلت لها اخدها ليه وليه؟ احنا مش فاضيين لها، احنا بننجل في الشقه. اخد نداء اعمل بيها ايه؟ ما هي انتوا قاعدين تحبسوا بعضكم، بنتك مش نافعه. قلت لها ايه اللي قال لي نافعها؟ اللي قال نافعها يا وليه؟ وعماله ايه ونروح تاني وين قاعد عماله تكنس التراب، حتى شايف اللي جت عليها والبيت. فقمت قلت لها ايه؟ قالت لي اصلها بتقول لي على موسم ومش موسم. يعني اديت بناتي يوم الموسم. قلت لها وانا والله حتى السنه دي لا صمنا لا تسوع ولا عاشوره، كنا بننقل عزالنا واول سنه تحصل لنا نسينا ان في عاشوره. حتى لقيت جيراني بيقولوا لي بالليل، واحده جارتي يعني تدري عليه بتقول لي عاشوره، ده عاشوره كانت اول امبارح. يا لهوي ده مش هتاخد موسم للنداء، طب بوديهولها مع مولد النبي. قالت لي لسه فين مولد النبي فين؟ انا اديت بنتي 200 جنيه وهي عندنا، رحت قال لها 200 جنيه وهي 200. قالت طب ما انا اديت بناتي يوم الموسم، وبعدين ده بتقول انت كنت بتفوتي مواسم. قلت لها احنا اللي قلنا بتفوتي، انا عمري قلت لك وان ده مخطوبه انت جايبه كتير شويه؟ قالت لا. قلت لها انا لا عمري قلت لك لا تجيبي موسم، حتى ابو نداء بقى يقول لك ابنك مسافر ومضغوط ما تجيبيش حاجه، انا ما بنت لما اتجوزها هجيب لها. تمام ايه تمام. فايه راحت ايه جايه ايه قايمه واقفه قاعده في الجنب كده. بس انا يعني بعد الهيصه دي كلها اتضح لي ان ده موضوع مطبوخ على بنتي. ازاي بقى وعرفت ازاي؟ ما هي بتبقى تقول تعالي فوق يا ام نداء، لما قعدت في المدخل عرفت ان ده موضوع مطبوخ. كنت رايحه لها فقعدتك في المدخل. اه فايه رحت قاعده لما قعدت بقى كده يعني ايه ولقيت عملت بسايه ترابه قمت قالت لي احنا ما ودناش للعروسه. قلت لها احنا مش ندعم العروسه، احنا مالنا، احنا مش دعوه. انا اديتها 200 جنيه عايزه تاخدهم خدوهم. لا انا مش عايزه حاجه من حد ولا لازم لي موسم من حد. ايه ده انتوا عالم ناقصه، احنا عالم ناقصه يا نسمه. وراحت ايه جايه نفسه وحش ليه؟ ده انا ما رضيتش اقول يعني سب وحش مش حلو. قلت انا قلت لها ايه ونسمه احنا خدامين، احنا خدامين كبار، ده احنا بينا وبين بعض ايه، ده احنا نسايب يعني ايه. تمام. ايه المهم ايه لما شتمت نداء بالبتاع دي يعني باللفظ ده نداء بنتي لقيت عينيها راحت محمره. احنا انا عماله اقول نداء تعبانه راحت قايمه يعني ايه مسكوا ببعض. المهم ان انا البنت كنت شايلاها ونداء راح على حماتها وانا رحت ضاربه بنتي. يا نداء عيب يا نداء عيب. عماله اقول لا نداء تعبانه يا ام نسمه حق عليها لك وطى ابوس فيها حق عليها لك. راحت شايله ايدها لما مؤاخذه ورزعاني بالكف على وشي ورزعاني لورا كده بايديها. كنت راجعه انا والبنت بقى همي كله على البنت الصغيره راجعه عليها. يعني كل همي مش كانت بنت على فكره ولا هي، انا كل همي على البنت الصغيره وعماله احوش عنها برضه واقول عيب يا نداء عيب 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 ده حماتك زي امك. ولا مؤاخذه رحت شايله ايه شبشبي ونزلت ضرب على راس بنتي. بس دي ما نزلش في الصور ولا شفته. انا ما شفتش نزل في الصور خالص. ده بقى الجزء اللي في الفيديو اللي ام ندى بتقول انا ما شفتهوش خالص، اللي هي بتطيب خاطر حمات بنتها وشايله حفيدتها على ايديها. وخلوا بالكم حفيدتها دي زي ما قلت لكم ليها قصه. بصوا ام ندى هتعمل ايه اهي، قلعت الشبشب بتاعها وبتضرب بنتها بالشبشب عشان ضربت حماتها، وبترجع تاني تطيب خاطر حمات بنتها. تعالوا بقى نبص للطفله. الطفله دي اللي عندها كام شهر، الطفله دي مريضه اساسا قلب. بصوا الست، بصوا الست جامده ازاي، وعماله كل شويه تزق ام ندى وتزق الطفله، مش مهتميه بالطفله. طب عايزه تزق ام ندى ماشي، الطفله حفيدتك دي انت عارفه ان هي عندها ثقب في القلب، في عز ما انت غضبانه تزق الطفله والكلام ده كله. لا طبعا ده ما ينفعش تماما. عايزاكم برضو تركزوا في ندى وجسمها الضعيف والكلام ده كله. تعالوا بقى نحكي بقى القصة وما فيها. ايه القصة وما فيها؟ ايه سبب الخناقة دي كلها وايه اللي حصل؟ سبب الخناقة كالمعتاد ان في عادات وتقاليد خلاص قديمة ما ينفعش تفضل مستمرة ونفضل عايشين عليها. العادات دهيت اللي هي زي عادات الموسم. ايه عادات الموسم ده؟ ان العروسة لما بتتجوز لازم ابوها وامها اي موسم، اي عيد ميلاد، اي عيد، اي لازم يروحوا يودوا الموسم ليها ولحماتها. وهنا بقى الكارثه. ايه اللي حصل؟ ان في موسم اسمه موسم عاشوراء، ابو ندى وام ندى نسيوا ان هم يودوا لبنتهم الموسم. ليه؟ بقصد؟ لا مش بقصد، الحكايه وما فيها ان هم كانوا بيعزلوا فنسيوا تماما الموسم. واللي فكرهم
واحده جاره ام ندى قالت لها ان هي ادت الموسم لبنتها. طب انت يا ام ندى بعتي الموسم لبنتك؟ فام ندى قالت لها لا ده انا نسيت. فجارتها قالت لها ده انا اديتها 200 جنيه. فلما راحت ندى لامها، راحت امها اديتها 200 جنيه. هنا بقى كانت الكارثه بال 200 جنيه، ان نداء لما روحت لحماتها قالت لها ان انا ماما ادتني 200 جنيه بتاعه الموسم. فابتدت بقى حماتها تعايرها، انت اهلك رامينك، انت اهلك ما بيدكوش موسم، وال 200 جنيه هتعملي بيهم ايه والكلام ده كله. فالبنت زعلت وراحت وقالت لامها انا حماتي بتعايرني، تعالي شوفي ايه اللي حصل. فالست لما راحت ام ندى لقيت ان حمات ندى مش موجوده، فما رضتش تخش البيت وفضلت مستنيه على السلم لحد ما جت. وقف بقى هنا، هو احنا لما بيجي لنا ضيف بنستقبله على السلم، ولا دي حكايه مدبره الحما عاملاها علشان تعمل خناقه كبيره وتبين للناس كلها ان هي الخناقه بسبب نداء؟ طيب فين جوز نداء من ده كله؟ جوز نداء واحد متجوز واحده قعد معاها 3 شهور وراح سافر الخليج يشتغل، وماله ربنا يفتح عليه وعلى اولادنا كلهم. طب انت فين من الكلام ده كله؟ وايه سبب الخناق؟ والموضوع كله خناق مادي، والسبب في الخناق المادي ده هو الزوج اللي مسافر بره في الخليج، اللي بيبعت مصروف بيته بدل ما يبعته لمراته بيبعته لامه، هي اللي تصرف على مراته وعلى بنته. طب ليه مش واثق في مراتك انك تبعت لها فلوس تمشي بيتها؟ طب مش كده وبس، طب ادي لمراتك فلوس في حاجات هتحتاجها، مش لازم كل شويه تنزل لحمتها تقول لها هاتي فلوس عشان عايزه اجيب كذا او الكلام ده كله. لما ابتدت تقول له ابعت لي فلوس، بقى ابعت لها كل شهر 300 جنيه، ويقول لها ده مصروفك ما تطلبوش مني اكتر من كده. انت ايه قله الثقه في الماديات انك تبعت لامك؟ امك ديت لما تكون عايش معاها ماشي، لكن لما تكون متزوج وعندك بنت وزوجه والكلام ده كله، دول لازم يتبعت لهم مصاريف. ده الموضوع المادي اللي ما بينهم. وهنا بقى يجي رأي كل واحد فينا، وقبل اي حاجة كالمعتاد بقول الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. انا شايفة ان اللي غلطان كلهم لازم يتحاسبوا، مش نداء بس هي اللي تتعاقب وهي اللي تتحاسب، لا، الزوج لازم يتحاسب. ليه لازم يتحاسب؟ لانه هو سبب الكارثة دي كلها، ان هو ما كانش شايف بيته ولا شايف مراته ولا مهتم ببنته المريضة ولا بمراته ولا يبعت لهم مصاريف ولا الكلام ده كله. ده لازم يتحاسب. برضو الحما دي كمان لازم تتحاسب. ليه لازم تتحاسب؟ ليه توصلي مرات ابنك للغل والغيظ اللي مليانه منك ده؟ ان هي الست تقلع الشبشب بتاعها وتضربك على راسك، وان هي تروح تجيب عصايه وتضربك تاني، وان هي كانت ممكن تموتك في الضرب ده، وان هي ممكن كانت تروح في 60 داهيه بموتك ده. انت لازم تتحاسبي، انت وصلتيها للغيظ ده كله وللغل ده كله. برضو لازم يتحاسب الام والاب، ابو نداء وام نداء، اللي راحت اشتكت لهم بعد 3 شهور من جوازها من سوء معامله جوزها وحماتها، وبدل ما يكونوا في ظهرها، لا، عيشي يا نداء، الحياه كلها عيشي يا نداء. ده مش معناه ان احنا لا، احنا لازم نبين لاولادنا ان احنا في ظهرهم، وان احنا في مصلحتهم، وان احنا اي حاجه فاحنا السند ليهم، وفي نفس الوقت تبين للطرف التاني ان هو الزوج ان بنتنا بنت ناس، ما ينفعش ان انت تزعلها سواء انت او والدتك او الكلام ده كله. ما كانتش البنت هتوصل لكل الغيظ وكل الغل اللي فيها ده كله. ده مش معناه ان نداء مش غلطانه تماما، لا، غلطانه. احنا ما ينفعش ان احنا نقابل اي مشكله بكميه العنف ده كله، ما ينفعش. احنا لازم يبقى لينا وقفه، ولازم نتكلم مع الطرف التاني مره واثنين وثلاثه. وكانت المفروض تطلب من جوزها ان هو ينزل لها وتقعد تتكلم معاه، وامها تتكلم معاه، وابوها يتكلم معاه، لكن ما تفضلش ساكته لحد ما الموضوع يوصل بالمنظر ده. باكد تاني، الاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه، بس زي ما انتوا شايفين سواء نداء سواء جوزها او حتى سواء حماتها او امها او ابوها، فالكل غلطان. بس للاسف الوحيد اللي هيشيل الغلطه دي كلها هي نداء ذات نفسها، ويا ريتها نداء وبس. ده كمان اللي هيتضرر اكتر واكتر بنتها الطفله المريضه اللي عندها ثقب في القلب، اللي ملهاش
ان هي ترضع اي لبن صناعي، وان هي المفروض ما ترضعش غير من والدتها. انا بجد مش عارفه والله ايه العادات والتقاليد اللي هنفضل ماسكين فيها لما تضيع ولادنا وتخرب بيت ولادنا. باكد تاني، مش نداء لوحدها هي اللي غلطانه، الكل لازم يتحاسب، بس تاني للاسف الوحيده اللي هتتحاسب حتى مش نداء، الطفله هي اللي هتشيل ذنب كل اللي حصل ده. وطبعا كالمعتاد بنقول الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. ده كان رأيي في القضية اللي هي منتشرة أو الحدث اللي منتشر في اليومين دول. أتمنى أن يكون الفيديو عجبكم، وإن شاء الله هنتقابل قريب في موضوع جديد ومناقشة حرة جديدة. سلام عليكم.